في المباراه دي لازم ان هو يفوز برضه على التوفيز، وبالنسبه للتوفيز عايز يفوزوا 47 نقطه عشان زي ما انت شايف في الجدول كده يقدر يرجع تاني للمنافسه على مقعد في الدوري الاوروبي او الدوري المؤتمر. والفرقه بقى فيها توازن رغم فقدان جاك جريليش زي ما اتفقنا. قدروا ان يظهر انداي وموجود بيتو وباري، الاثنين بيأدوا مستويات كويسه جدا. جارنر ومعاه مايكل انكو وتاركوفسكي في الدفاعات، فرقه شكلها كويس جدا. وبيكفورد برضو حارس صحيح مجنون شويه لكن بيقدم مستويات كويسه جدا. ممكن ان احنا نشوف مباراه يعني صعبه فعلا على ميجا مايند، خاصه ان بدا يبقى الميجا مايند بيعتمد اعتماد شبه كلي على النجم الكبير تشيركي. وطبعا هالاند سفاح الشباك مستني الساطه واللقطه. في ناحيه اليمين اورايلي اللي بيكمل في نص الملعب الطريقه اللي بيحب يعملها جوارديولا لما كان بيعملها مع كيل ووكر، وقبل كده كان بيعملها مع زينشينكو لما كان بيكمل من ناحيه الشمال. مش معناها ان اللعيبه دي لعيبه خارقه، هي الفكره نفسها اللي كويسه وطريقه التدريب عليها وتنفيذها. لكن انا ما زلت مقتنع ان اورايلي لعيب يعني اكتر من العادي بشويه، يعني مرفوخ سيكا. وفاكرين فودن طبعا، والناس كانت مختلفه معايا. فودن يعني لعيب كويس جدا، لكن طبعا كان صعب جدا انه ياخد احسن لاعب في الدوري الانجليزي. ديفيد مويس يعني عنده مازال برضو الدوافع زي ما اتفقنا، 47 نقطة و70 نقطة للسيتي. هنشوف الماتش ده ماتش مثير جدا. الدوري الانجليزي يعني بيورينا قد ايه فرق كبير قوي بين الكرة اللي موجودة هناك في انجلترا. ولو وصلت معايا لاخر الفيديو بتمنى انك تشترك في القناة وتشاركني برأيك. اوعى تنسى ان التحليل في ملعوبة بودكاست غير الدوري الانجليزي البريمير ليج معايا انا محمد القاضي غير. اشوفكم على خير. سلام.